إلى الجانب التاريخي والأثري على الخصوص، نجد أن هذا الفن هو جزائري قبل أن يكون مغربي، فظهر في قلعة بني حماد بما يزيد عن قرن من الزمن قبل ظهوره في مراكش. ولما نقول حتى مراكش أقول في عهد الموحدين، ولما نقول عهد الموحدين يعني عبد المؤمن بن علي ابن نضرومة. ومن الطبيعي جدا أنه ابن نضرومة هذا كان مر بقلعة بني حماد، وكان متشبع بالثقافة الجزائرية بالحمادية على الخصوص، وبالتالي من الطبيعي جدا أن ينتقل إليه الفنانون والحرفيون وما إلى ذلك، خاصة بعد سقوط قلعة بني حماد في منتصف القرن السادس هجري. وعليه يعني هؤلاء الفنانين والحرفيين انتقلوا من بجاية ومن القلعة إلى مراكش، ونقلوا معهم معارفهم التي ترتبط بصناعة الزليج، ولذلك نجدها على مئذنة جامع الكتبية أو جامع القصبة بمراكش الذي يرجع إلى العهد الموحدي.